تخيل معايا إن في مدينة كاملة أكبر من أي حضارة عرفناها، فيها قصور من ذهب، معابد بترتفع للسماء، وشوارع مليانة بالعلماء والفلاسفة. مدينة كانت في يوم من الأيام قلب العالم، بس فجأة في ليلة واحدة اختفت بالكامل، ولا تساب وراها غير سؤال واحد: هي راحت فين؟ أنا النهاردة هاخدك في رحلة وراء أسطورة أطلانتس، المدينة اللي حيرت العلماء والفلاسفة وخلت الناس من 2000 سنة لحد النهاردة بيدوروا عليها. يا ترى كانت مدينة حقيقية ولا مجرد خيال اخترعه الفيلسوف أفلاطون؟ يلا بينا نبدأ القصة من أول سطر اتكتب عنها. القصة بدأت مع الفيلسوف اليوناني أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. كتب في كتاباته عن حضارة اسمها أطلانتس، وصفها إنها جزيرة ضخمة أكبر من ليبيا وآسيا الصغرى مع بعض، مكانها حسب كلامه وراء أعمدة هراقل اللي هي مضيق جبل طارق دلوقتي. أفلاطون قال إنها كانت غنية بالمعادن، خصوصا الذهب والفضة، وكان فيها معابد ضخمة، أعظمها معبد للإله بوسيدون إله البحر عند الإغريق. والمدينة دي كانت متقدمة بشكل مش طبيعي، عندهم هندسة وسفن وجيش قوي وقصور بتلمع من جمالها. لكن رغم العظمة دي، أطلانتس غرقت في ليلة واحدة. زلزال ضخم وتسونامي هائل مسحها من على وش الأرض واختفت للأبد. وهنا بدأت الحيرة، يا ترى أطلانتس كانت مدينة حقيقية فعلا ولا مجرد قصة رمزية كتبها أفلاطون عشان يشرح فكرة فلسفية عن الطمع والغرور؟ العلماء من وقتها لحد النهاردة منقسمين نصين، في ناس شايفة ان أطلانتس أسطورة اتعملت للعبرة، وفي ناس تانية مقتنعة ان فعلا كان في حضارة مفقودة، وده بيخلي الناس يدوروا على أدلة. من بعد ما أفلاطون كتب عن أطلانتس، الدنيا اتقلبت، كل عالم وكل مستكشف بقى عنده هوس بالسؤال: فين الجزيرة اللي غرقت في يوم وليلة؟ والموضوع بقى زي لغز عالمي، كل واحد عنده نظرية، وكل نظرية شكلها مقنع لكن برضه فيها شك. تعالوا نشوف سوا النظريات. النظرية الأولى: أطلانتس في المحيط الأطلسي. المنطق بيقول إن أطلانتس مكانها الطبيعي هو المحيط الأطلسي. ليه؟ لأن الاسم نفسه أطلانتس جاي من الأطلسي. في مستكشفين كتير في القرون الوسطى كانوا مقتنعين إن أطلانتس موجودة في النص ما بين أوروبا وأمريكا، وفي ناس قالت يمكن تكون هي الأمريكتين نفسهم. يعني وقت ما أفلاطون كتب، العالم القديم ما كانش يعرف إن في قارة ضخمة ورا البحر، فلما اتكشف العالم الجديد بعد آلاف السنين، ناس افتكروا إن دي هي أطلانتس. النظرية التانية إن أطلانتس في جزر اليونان. في ناس تانية قالت لأ، الموضوع أبسط من كده، يمكن أطلانتس ما كانتش في الأطلسي خالص، يمكن كانت في البحر المتوسط، والمكان اللي الناس رجحوه هو جزيرة سانتوريني. الجزيرة دي انفجر فيها بركان مرعب حوالي سنة 1600 قبل الميلاد. الانفجار كان قوي لدرجة انه دمر حضارة كاملة اسمها المينوية، وغرق أجزاء ضخمة من الجزيرة في البحر. اللي بيقولوا النظرية دي شايفين إن الوصف بتاع أفلاطون ينطبق على اللي حصل في سانتوريني: حضارة غنية متقدمة، كارثة طبيعية فجائية، مدينة بتختفي تحت البحر. النظرية التالتة بتقول إن أطلانتس في مصر. الغريب بقى إن في علماء ومؤرخين قالوا إن أطلانتس ممكن تكون في شمال أفريقيا، وبالتحديد في مصر أو المغرب. في حاجة اسمها هيكل رشات أو عين الصحراء في موريتانيا. من فوق بالأقمار الصناعية المكان شكله دواير ضخمة متداخلة، بالظبط زي الوصف اللي قاله أفلاطون لأطلانتس، مدينة مبنية على شكل حلقات مائية وأرضية. واللي يخلي الموضوع أمتع إن المكان ده فعلا كان زمان مليان مية، مش صحراء زي دلوقتي. في كمان اللي ربط بين أطلانتس ومصر القديمة، وقالوا يمكن أطلانتس هي أصل الحضارة اللي جابت العلم والهندسة للأهرامات. أما النظرية اللي ناس كتير بتحبها فهي إن أطلانتس كانت في البحر الكاريبي. الغواصين في جزر البهاماس لقوا تشكيلات حجرية غريبة تحت البحر، حاجة زي طريق مرصوف، سموه طريق بيميني. والمؤمنين بالنظرية دي قالوا دي آثار حضارة غارقة مش ممكن تكون طبيعية. وطبعا كل ما يلاقوا أي حجر غريب في البحر، تلاقي الكلام يرجع تاني عن أطلانتس. بعد كل النظريات دي، السؤال لسه قائم: أطلانتس كانت مدينة حقيقية ولا مجرد خيال فلسفي؟ اللي شايفها أسطورة بيقول أفلاطون كان فيلسوف مش مؤرخ، يعني هدفه يوصل فكرة عن الطمع والغرور، وإن أي حضارة مهما كانت قوية لو غرقت في الفساد نهايتها تكون الغرق. لكن اللي مؤمن بيها شايف إن كثرة التشابهات والأدلة عبر التاريخ
مش ممكن تكون صدفة. والنتيجة لحد النهاردة أطلانتس لسه واحدة من أعظم الألغاز اللي مش اتحلت. كل جيل بيطلع ناس تدور، وكل اكتشاف جديد بيخلي الناس ترجع تسأل فين أطلانتس. يمكن أطلانتس كانت أسطورة، ويمكن كانت حضارة حقيقية اندفنت في البحر، لكن اللي أكيد إن القصة دي علمتنا حاجة: إن أي حضارة مهما كانت عظيمة لو نسيت العدل وفكرت بس في الطمع والسيطرة هتسقط، زي ما قال أفلاطون وزي ما بيأكد التاريخ في كل عصر. دلوقتي هنقول عن مطاردة المستكشفين لأطلانتس. بعد ما أفلاطون كتب القصة، فكرة أطلانتس بقت زي المغناطيس، بتشد أي مستكشف أو بحار مغامر. واحد من أكتر الناس اللي كانوا موصين بيها هو كريستوفر كولومبوس. أيوة، نفس الشخص اللي اكتشف الأمريكتين. في مذكراته كتب إنه شاف جزر غريبة وأطلال في البحر، حس بيها إنها ممكن تكون من بقايا حضارة قديمة. وده خلى ناس بعضوا يقولوا يمكن هو فعلا كان على خط أطلانتس. وبعد بقرون في القرن ال19 كان في مستكشفين أوروبيين كتير بيغطسوا في البحر الكاريبي وبيدوروا على أي أثر. كل ما يلاقوا صخرة شكلها غريب أو طريق مرصوف كانوا يقولوا احنا لقينا طريق أطلانتس. وطبعا الصحافة في الوقت ده كانت بتضخم الموضوع أكتر وتكتب عناوين مثيرة تخلي الناس تتحمس. الغريب بقى إن قصة أطلانتس بتشبه حاجة موجودة في ثقافات كتير حوالين العالم، وهو الطوفان العظيم، واللي طبعا احنا بنؤمن بيه كمسلمين. في الأساطير البابلية في حكاية عن سفينة نجت من فيضان، وفي الأساطير الهندية في إله أنقذ البشر من غرق كبير، وطبعا قصة الطوفان في القرآن والتوراة والإنجيل. كل دي قصص بتتكلم عن حضارة أو مدينة غرقت بسبب كارثة طبيعية. وده خلى بعض العلماء يقولوا يمكن أطلانتس مش مجرد قصة، يمكن هي واحدة من النسخ الكتيرة لحكاية الطوفان اللي فعلا حصلت في وقت قديم. في العصر الحديث أطلانتس بقت مش بس موضوع للعلماء، دي دخلت السينما، الأدب، وحتى ألعاب الفيديو. من أفلام هوليوود لكتب المغامرات لحد أفلام الكرتون اللي بتحكي عن مدينة غارقة تحت البحر. ليه؟ لأن القصة فيها كل عناصر الإثارة: حضارة عظيمة، كارثة مفاجأة، لغز محدش قادر يحله. وده بيخليها عايشة معانا لحد النهاردة، وممكن تفضل آلاف السنين قدام. يمكن محدش يلاقي أطلانتس في يوم من الأيام، ويمكن بكرة نسمع خبر عن غواص لقى جدران مدينة كاملة تحت البحر، لكن اللي أكيد إن أطلانتس مش بس مكان، أطلانتس بقت رمز لفكرة إن أي حضارة مهما كانت قوية لو اتكبرت وفكرت إنها خالدة مصيرها هتنهار. ودي يمكن تكون أعظم رسالة سابها لينا أفلاطون من أكتر من 2000 سنة. وكده خلصت القصة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان نستمر في تقديم القصص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.